السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم جمال المطبخ. نقول لكم صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والسرور. اليوم جيتكم بواحد الوصفة قنبلة، صدقوني حبيباتي غير قنبلة. اليوم جيتكم بوصفة تاع القلب اللوز ما درتوش محشي، يعني الوصفة اللي ما نبدلهاش في حياتي كامل. هذه هي الوصفة اللي درتها لكم رمضان اللي فات وراح نعاودها معكم هذا رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا ونبداو الوصفه تاعنا على بركه الله. يعني من ضمن تحضيرات رمضان ندير لكم هذه الوصفه تاع القلب اللوز. العام اللي فات درت لكم محشي، هذا العام ندير لكم ماشي محشي، ما كان عندي والو غير السميد والسكر. قلت بون ما نديروش محشي، نديروا معاهم ليسانسيال، نحط معاهم الوصفه. شوفوا هنايا جبت ان ريسيبيون هكذا كيما راكم تشوفوا، ولا جبت جفن عفوا حبيباتي، جيبوا طاوة ولا اي حاجه اللي تطيبوا فيها، ولا سخان، ولا ديروا رطل تاع السكر. شوفوا هذا السكر من اللور فيه بالكيلو فيه 500 غرام، يعني انا نحيت 500 غرام. في ال 500 غرام درت ريتلا تاع الماء، ودرت شويه تاع الشب. شوفوا هنا درت غير شويه تاع الشب ودرتها فوق النار طيب، حطيتها وخليتها طيب حتى تغلي. يعني كي تبدا تغلي هكذا نحسب لها 10 دقائق ونطفي عليها. بعد ما تغلي 10 دقائق ونطفي عليها، راح نشد شريحه تاع الليمون ونديرها لها هكذايا من الفوق ونخليها تبرد تماما. ومن جهه جبت البيتخان ديالي، كيما تقدروا تستعملوا الباطوغ، كيما تقدروا تستعملوا يديكم، يعني بكل الطرق تقدروا تخدموا هذا القلب اللوز ينجح لكم 100%. جبت كيلو تاع سميد هذا تاع القلب اللوز مخصص بالقلب اللوز، ما كاش سميد واحد اخر راح يخرج لك القلب اللوز من غير هذا. يعني كاين الكروس وكاين الدومي كروس، يعني انا استعملت هدايا الدومي كروس. شوفوا لي شحال يجي خشين، يعني الحبات تاعو يجوا اخشان. كي تروحوا تشروا عند اللي يبيع الدوزان تاع الحلوى قولوا له اعطيني الدومي كروس تاع القلب اللوز، يتباع بالميزان، ما يتباعش باكيات كاشتي، هذاك ما يخرج لكمش. ودرت معاه 750 غرام تاع السكر. كيما قلت لكم السكر من اللور فيه هذوك تاع الوزن، انا نحيت منه هذيك شويه، درت غير 750 غرام، والسيكونت هذيك نحيتها. ودرت معاهم مغرف تاع السمن، وبديت نخلطهم هكذا في البيترا ناشف في ناشف باش تخلطهم. ومن بعد جبت هذا الكاس تاع هذا تاع القهاوي، عمرته نص كاس ما زهر وكملته بالماء. هكذا بديت نفرغ فيه تدريجيا. بعد ما فرغته كامل لقيتها مازالها خاصه، زدت عمرت كاس غير ربع. من بعد هذاك الكاس غير ربع زدت درته كامل، معناته هاد الكيلو تاع القلب اللوز 750 غرام تاع السكر رفد لي 2 كيسان غير ربع تاع الماء. بعد ما خلطته هكذا خليتهم يتخلطوا بيان في البيتخا، وتخلوهم هكذاك واحد 15 دقيقه 10 دقائق وهما يتخلطوا، يعني حتى نحسوا هذاك السكر بدا يذوب. ومامتور انا في هذوك الاطراف كي يطلعوا نحو كامل هذوك الاطراف ونخلوه يتخلط حتى يتخلط مليح ونتحصلوا على هذا الشكل. شوفوا حبيباتي كيفاش راهو معلق، تحسوه داب. هنايا تخلوه يبات ليله كامله. مي انا ولا راجلي اللي مزروب بغى ياكلو التمتم، قال لي ديريه طيبيه غير طيبيه. واش درت حبيباتي؟ وليت طيبته، خليته غير 2 سوايع وطيبته. هنايا بعد ما بردت لي الشربت درت لها ربع كاس تاع المزهر. ومن بعد هنايا بعد ما قعد ساعتين عاودت وليت ليه درت له زوج مغارف تاع الماء هكذاك، وعاود خلطته تخليطه خفيفه. هاي لك هنايا. من بعد راح نجيب هنايا نحيت هذاك قلب اللوز ديالي، جبت سنيوه هذه اللي 37 على 25 سنتيم. هذيك ما كتشوفوا الاخر ديالها كل شايفينها واش مسنيوه، يعني كي تخزروا فيها تعرفوا واش مسنيوه راني نهضر عليها اكزاكت. يعني هذه ترفد كيلو، يعني حتجيكم سوا. هنايا جبت السمن اللي كنت ذوبته و بنسيت كامله هذيك السنيوه بالبنسو هكذا والمزهر. ومن بعد جبت هذاك القلب اللوز ديالي. شوفوا هنا نستعملوا لاكوبات ونحتاجوا الماء، دائما يديكم داخل الماء، ولاكوبات لازم نغسلوها كي نكونوا نخدموا بها. هنايا درت هذاك القلب اللوز الكيلو كامل درتو، يعني درتو كامل اللي كنت خلطته درتو، جاني سوسوه في هاد السنيوه، حتى السمك ديالو جا سوسوه، يعني ما جا عالي بزاف ما جا رقيق، جا جوست.
هذه هي. بديت هنايا ندير يدي في الماء في هذاك الغيسيبيون تاع الماء، وميم طون راني نطابي في هذيك القلب اللوز ديالي كامل، نمشيه على السنيوه وميم طون باستعمال الماء هكذا باش ما يلصقليش ويساعدني كي يكون رايح نسحنوه. هكذا سقمتو كامل كما راكم تشوفوا، طابيتو كامل على السنيوه. ومن بعد نجيب هذيك لاكوبات ديالي وراني رايحه اشاك فوا ندخلها في الماء ونخدم بها. اول حاجه درتها هي الاطراف، سويتهم كامل هكذا باش كي نكون نسحن فيها تجيني سهله. وهنا لازم نستعملوا لاكوبات هذه، ما راهيش غاليه، وقت تباع 5000 ولا 10000. يعني انا عندي مده ملي شريتها، يعني تسحنوا بها هكذا كما راكم تشوفوا على السطح. نديرها في الماء ونزيد نعاود نسحن من هذه الجهه حتى نحسها ملساء، وميم طون تكون سوسوه، تكون كامله مساويه على سطح واحد. هذه هي. نكملها كامل، من بعد التقطاع، من بعد نروحوا الاطراف كامل نعاود نسووهم، ومن بعد نبداو التقطاع يكون سهل. شوفوا هنا كامل الاطراف شغل نعقبوا لهم كامل بهذيك لاكوبات، نولوا التقطاع يعني ساهل. اشاك فوا نديروها في الماء. شوفوا نطراسيو حاجه الاولى نديروا لا تخاص هكذا، ومن بعد نقطعوا. هنايا بعد ما درتها على 1 2 3 4 5 6 على 7، قطعتها بالطول على 7، والعرض نقطعوها على 3، العرض على 3 والطول على 7. قلت لكم حبيباتي هكذا قطعتها كامل، نعاود ندورها ونزيد نطراسي هكذا على 3، ومن بعد نبدا نقطع. يعني هكذا يخدموا في المحلات. هذه هي خدمتهم. وانا هنايا حبيباتي للتزيين ما كان عندي كاوكاو، ما كان عندي لوز هكذا حب، كان عندي شويه تاع كاوكاو في باطا، كان عندي مرحي وخشين. اي بون قلت نديرو. شوفوا هاولي كان عندي هذا، واللي درت له كامل هكذايا من الفوق ليسونسيال باش نحط معكم لا فيديو الصح كامل، ماشي في صح هي العين تاكل قبل الفم، امي انا كنت حابه نحط معكم هذه الوصفه ودرتها معكم، نتمنى تعجبكم، واكيد اذا جربتوها تعجبكم. بعد ما كملته كامل شديت السمن ودرت له كامل السمن من الفوق هكذا مذوب، يعني كنت ذوبته ودرت له كامل السمن فوق هذوك الحبات. وشنو نروح لهم غير بالعقل. وكنا كنا شعلنا الفرن على درجه عاليه، يعني اقصى درجه شعلنا، خليناه يسخن مليح باسكو هو يطيب في فور يكون سخون بزاف. كيفاش نعرفوه باللي طاب من تحت؟ كي نشوفوا هكذا الاطراف حمارو نحبطوه للتحت، نشعلوا الكويزينيير تاعنا من الفوق، ومن بعد نحمروه على هذه الطريقه. نقعدوا غير ندوروا فيه اشاك فوا حتى يحمرنا وياخذ لنا هذه التحميره الشابه. يعني شوفوا التصوير ما عطاهاش حقها، مي في الحقيقه جات واحد التحميره ما شاء الله. يعني هذيك الريتله تاع الشربت اللي درناها جاتنا سوا، يعني درتها كامل في هاد السنيوه 37 على 25 رفدت لنا كيلو تاع سميد، ورفدت لنا كيلو ريتله تاع شربات. وهنايا بعد ما قطعتها خليتها باتت، واكيد انا كي طيبتها وقعدت ديجا كانوا كلاو نصها، ومع الصباح قلت لا غنصور معاكم ونقطع معاكم هذا المرسو هكذايا باش نوريكم كيفاش جا. شوفوا لي كيفاش جا مشرب وجا ما شاء الله واحد البنه ما عندي ما نحكي لكم. هنايا ديتو لكم للضو هكذا باش تشوفوه مليح، يعني باش تشوفوا يكون عنده كما نقول لكم يبان احسن واحسن، باسكو التصوير في الدار ما يعطيلوش حقه، ماشي كيما تشوفوه قدامكم. هذا هو القلب اللوز ديالي اللي جا مشرب حتى القلب وجا طري وجا بنين. نتمنى انكم تجربوه، واذا جربتوه خلوا لي ارائكم في لي كومونتير حبيباتي، ما تبخلوش عليا بجام كومونتير وبارطاج الباب كيما نتوما، ونقول لكم الى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله.